السلام عليكم اخوتي المغاربه، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من برنامج صحافه الشعب. هذه شحال من اللي كنا كنجبدوا 200 درهم، كنا كنجبدوها قدام الناس، كلشي كان كيدور وكيبقى يشوف فينا. ملي كانت 200 درهم عندها واحد الهيبه وواحد القيمه، اما دابا كيبان لي 200 درهم ما بقات كتعمر حتى قفه. 200 درهم تمسخات ولات بحال 50 درهم ديال هذه شحال، ما بقات كتجيب والو في السوق. حيت اللي كيبان لي مؤخرا اللي كيتحكم في غلاء الاسعار في البلاد طالع في شي سانسور مورك على البطونه ديال الطاج للاخر. اللي كيتحكم في غلاء الاسعار في المغرب مقرر باش يطلع بينا لناطحه السحاب ديال غلاء الاسعار. ما حده هو طالع وطالع معاه الاسعار للفوق، ما مسوقش للناس اللي لتحت، ما كيبانوش ليه الناس اللي حاصلين في الطبقه الاولى والثانيه واللي حاصلين في لاكاف. هو اللي كيبان ليه خاصو يربح، واخا يكون هادشي على حساب جيوب الفقراء اللي واكلين الدق في الفدق. حتى واحد ما مسوق لهم ولا دايها فيهم. ما كيحرموا راسكم من شحال من حاجه الا بغيتو تعيشوا في هاد البلاد. جاكم الزيت غالي ما تشريوش، جاكم اللحم غالي ما تشريوش، ولا ما عجباتكمش العيشه في هاد البلاد سيروا لوحوا راسكم في البحر ولا دبروا لشغلكم. سوقكم هذاك راه حشومه عليكم الكفاره بالله. قهرتوا جميع الطبقات ديال المجتمع المغربي، حتى من الفلاح المغربي مسكين اللي كنا كنقولوا شحال هادي راه شبعان في كرشو ولا كيجني معاكم غير الياس والمرار. الناس رجعات كتدفع الثمن هاد البلاد، عاد غادي ناخذوه دابا. والسؤال اللي كيسولوه حاليا معظم المغاربه، واش هاد غلاء الاسعار اللي كاين في المغرب واش باقي مطول معنا ولا لا؟ الناس باغيه تعرف راسها من رجليها. وهاد الحكومه ديال تجار الازمات راه واخا كيخرجوا يوضحوا لينا راه حتى واحد ما بقى كيتيق فيهم. كيفاش بغيتونا حنايا نثيقوا في ناس جايين بفساد الصناديق؟ واش اللي جايين بفساد الصناديق وبالاغتيالات وبتحت الطابله وبفوق الطابله غادي نثيقوا في كلامهم ولا غادي نترجاو منهم الخير؟ حنا ما بقى باين لينا معاكم والو في هاد البلاد، كنشوفوا غير الفلوس داخله الفلوس خارجه. حتى من المازوت ملي طلع رئيس الحكومه اخنوش كيبيعوا لينا بالثمن اللي بغا. المازوت كيهبط في العالم كامل الا عندنا حنا. الضرائب كيتخلصوا، بالعكس عاد ما زادوا طلعوا الضرائب. ولكن في المقابل ديال هادشي واش البلاد بان عليها شي تغيير حقيقي؟ لا عليها لا على الشعب ديالها. وتقول والو، ما بان لينا لا تغيير حقيقي ولا هم يحزنون. التغيير الوحيد اللي شفناه هي اخنوش ضاعفت الثروه ديالو، والطبقه اللي الوسط من المغاربه رجعات كتبكي اكثر من الطبقه اللي لتحت، حيت اللي لتحت مولفين مساكن بالفقر والهشاشه وقله الشيء. الطبقه المتوسطه هي اللي جديد عليها هاد الهيت. الناس غرقت بالكريديات. والخلل فين كاين؟ ما معروفش فين كاين الخلل. لا سمحوا لي انا غير كنضحك معاكم، الخلل معروف فين كاين، غير هو المحزن في الامر اللي كيدوي على الخلل في البلاد كيركبوا له الخلاخل وحتى شي واحد ما كيبقى عليه عاقل. حيت الناس اللي دابا مشدودين على كلام الحق واللي كانوا كيدافعوا على المغاربه راهم دابا هما وعائلاتهم ما بين الحباسات والمحاكم. شكون اللي كيشوف فيهم المعاناه اللي كيعانيو منها المغاربه حاليا واللي غادي يعانيوها من هنا للفوق؟ فالسبب هو هذاك المخطط الاسود واللي شرف عليه السهم اخنوش. التضخم حاليا اسبابه هو ضعف الانتاج الداخلي وماشي ارتفاع الطلب، واللي غالبا كان كيؤدي الى ارتفاع الاسعار. وبالتالي فالسياسه اللي دارت الدوله هي سياسه تفقير الفقير واقبار الطبقه المتوسطه، وفي المقابل تقويه نفوذ المافيات واللي عندها علاقه بالاقتصاد والسياسه واللي تقريبا كيستحوذوا على جميع القطاعات في المغرب. زائد هذه هي النتيجه ديال سنوات الحكم ديال الاقليه الاقطاعيه واللي كتحكم في السياسه، زائد كتسيطر على الاقتصاد، فهي كتستولي على ما فوق الارض وما تحت الارض. وهذا الشيء بلا ما نتكلموا على الاحتكار ديال المنتوج الفلاحي للتصدير. والهدف من هذا الشيء باش يجمعوا العمله الصعبه، وهذا الشيء كله على حساب جيوب المغاربه. فبلاص هذا المنتوج الفلاحي ما يتوجه للسوق الداخلي بحكم انه قليل، فعل السياسات ديال المخطط الاخضر اللي هلكات الفرشه المائيه ديال البلاد. من بعد ما كانوا كيزرعوا بطاطا ومطيشه والقمح قلبوها لزراعه اللافوكا والكيوي والفريز، المواد اللي ما كيستهلكهاش المواطن المغربي بزاف. والهدف كيف ما قلت لكم من هذا الشيء كامل باش يجمعوا العمله الصعبه. والخطير في الامر هذا الشيء ما غاديش يوقف هنا، فهاد المتوحشين ما بقاوش كيصدروا غير ديسير لبرا، طمعوا حتى في المواد الرئيسيه اللي كيستهلكوها المغاربه بحال المطيشه وبطاطا والبصله. وفي المقابل ديال هذا الشيء كاين ضعف في الانتاج، وهذا هو السبب ديال الغلا اللي عندنا في البلاد اخوتي المغاربه. وراه واخا تكون المقاطعه ديال المنتوجات الغاليه في الثمن، هذا الشيء ما غادي يؤدي حتى شي نتيجه، لان المنتوج قليل ماشي الطلب اللي مغلي السوق. كيف ما كتروج الصحافه ديال العرونغار، وهنا فين كيوقع التلاعب بالقدره الشرائيه ديال المواطن، وخصوصا الطبقه اللي لتحت اللي ولات كتقاتل غير باش تبقى عايشه ولو بالخبز وتاي. وهنا غادي ندوزو للتضارب اللي كاين في الروايات بخصوص موضوع التضخم اللي كنعيشوه حاليا. حكومه اخنوش كتقول لنا هضره، والي بنك المغرب كيخرج يقول لنا هضره، وخرجات المندوبيه الساميه للتخطيط وهي تعري على كل شيء. التصريح اللي خرج به مؤخرا الحليمي خطير جدا. عندك يسحب لكم هاد الغلا راه غادي يسالي دابا، وهاد الهضره راه ما كيقولهاش انسان عادي. هذا واحد الراجل كيطرا
راس مؤسسه دستوريه، الملك هو اللي حاطو تما. هاد المؤسسه عندها تقارير ما فيهمش اللعب، ولا ربما تكون السياسه في الخرجه ديالو دابا باش يكالميو الوضع وباش المغاربه يعرفوا باللي راه هادشي راه باقي مطول، حيتاش كاين واحد الهيجان شعبي في مواقع التواصل الاجتماعي. الطرح اسخن وصلت للعظم، ولا ربما اللي خرج الحليمي دابا واخا هو كيبان تصريح صادم باش يعرفوا المغاربه باللي هادشي راه باقي مطول ويتكالماو ويدخلوا سوق راسهم ويتعايشوا مع الغلا ومع هاد التضخم. تصوروا اخوتي المغاربه، الحليمي قال بان التضخم ماشي ظرفي وماشي مؤقت بل سيستمر لمده طويله، والمغاربه غير وجدوا راسكم، اللي عنده في جيبه باش ياكل هو ووليداته مرحبا، اللي ما عندوش يشوف كيدير راسو. وباش نجيكم من الاخر غير قطعوا ياسكم اخوتي المغاربه. ودابا غادي نرجعوا لهاد الحكومه ديال الويل اللي كتكذب علينا، كانت كتقول لنا باللي التضخم مستورد وحق حرب اوكرانيا وحق البرد. هي خرجت المندوبيه الساميه للتخطيط قالت لك ما كاين لا حرب اوكرانيا لا والو، داكشي جاي من الداخل، السياسه الفلاحيه الفاشله. عرفتوا اخوتي المغاربه، الحليمي عرى حكومه اخنوش، وقسما بالله العلي العظيم وحنا في هذا رمضان كنا في شي بلاد فيها شويه ديال الديمقراطيه حتى كانت الحكومه تقدم الاستقاله ديالها اليوم قبل غدا امام الخرجه ديال الحليمي مع الخرجه ديال والي بنك المغرب. حكومه كذابه، كذبات علينا في نسبه النمو، كذبات علينا في نسبه العاطلين، كذبات علينا في نسبه البطاله، كاع الهضره ديالها كذوب، كلشي كذوب في كذوب. من اللي بداو هما كيكذبوا علينا بدايه من الوعود الانتخابيه الكاذبه. وهذا اللي خصهم اخنوش، انت اللي خاصك تشوف وجهك في المرايه ملي تفيق كل صباح وتقول باللي راني تعديت على الشعب المغربي. وخرج دابا جاوب الحليمي يقول ليه لا حق راك انت كتكذب، انت كتقول لنا باللي الغلاء مستورد وحق حرب اوكرانيا وروسيا والبرد. ها هو قال لك ما كاينش كاع هاد الهضره، كلشي جاي من الداخل. وقال لك هاد الغلاء نتيجه السياسه الفلاحيه الفاشله اللي انت اللي كنتي شادها السيوم اخنوش 14 عام وانت وزير الفلاحه والصيد البحري والماء والسماء والارض. السيوم اخنوش غادي نقول لك راك انت واللي معاك غاديين بالمغرب الهويه، وانتوما حتى واحد ما غادي يحاسبكم. وديما كنقولها وغادي نعاودها لكم، الشعب غادي